السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورية مصر العربية بالجيزة وتحديدا منطقة الطلبية كان في عيلة بسيطة بتتكون من أب وأم وولد وبنت. الأب كان اسمه أسامة والأم كان اسمها عبير والبنت كان اسمها فجر وعندها 12 سنة. وفي يوم من الأيام حصلت مشكلة عندهم في الصرف الصحي وكانوا محتاجين سباك، وبطبيعة شغل الأب واللي كان بيشتغل مندوب اضطرت الزوجة إن هي اللي تستقبل السباك. وصل السباك وكان اسمه عيد وعنده 49 سنة، وفي أثناء ما هو شغال بدأ يتكلم مع عبير ويفتح معاها مواضيع، وحكاية من هنا على حكاية من هناك بدأت عبير تفضفض للسباك عن المشاكل اللي هي عايشاها مع جوزها وقد إيه الحياة معاها صعبة بسبب الأسعار والمعيشة. وبدأ عيد السباك يوهم عبير بإنه بيفهم في السحر، وأول لما شافها إنه باين عليها إنها معمول لها سحر، وعبير اقتنعت بكلامه. بناء على الكلام دوت بدأت عبير تتواصل مع السباك حتى بعد ما خلص شغله في البيت، وبدأوا يتواصلوا مع بعض يوميا على التليفون لحد ما جه يوم واعترف عيد لعبير إن هو بيحبها. عبير ما كدبتش خبر وقالت له أنا كمان ببادلك نفس الشعور وبحبك، ودخلوا في علاقة محرمة مع بعض استمرت لمدة سنة في غياب الزوج عن البيت. كان بيستغل عيد غياب جوزها في الشغل وبيجي بناء على ان في حاجات في السباكة بايظة في البيت وان هو جاي علشان يصلحها، لحد ما الأطفال عند عبير في البيت حفظوا شكل عيد وعرفوه كويس بسبب تردده اليومي على البيت. وبدأ عيد يقنع عبير بالانفصال عن جوزها وقد ايه ان هو لما هيتجوزها بعد ما تنفصل عن جوزها هيحطها في عينه وهيربي عيالها احسن تربية. في البداية عبير كانت مبينة انها موافقة ومقتنعة بالكلام، ولكن بعد ما فكرت قررت انها تستمر مع جوزها وهتقطع علاقتها بعيد السباك للأبد. واتصلت بيه وبلغته ان العلاقة اللي ما بينهم لازم تقف لحد هنا وانهم كانوا على غلط وان هما ما ينفعش يشوفوا بعض تاني. اتعصب عيد من الكلام اللي سمعه وبدأ يهدد عبير بان هو هيأذيها في عيالها وخصوصا بنتها فجر. افتكرت عبير ان عيد بيقول اي كلام بس لانه متعصب دلوقتي وان هو كلام في الهوا ومش هيعمل اي حاجة. وفي يوم في شهر يوليو سنة 2020 اختفت فجر وخرجت من البيت الساعة 12 وما رجعتش لغاية لما الليل جه. ولما رجع الأب من شغله وبدأ يسأل عن فجر، الأم قالت له إن هي بعتتها السوبر ماركت ولغاية دلوقتي لسه ما رجعتش، وقالت له إنها ممكن تكون بتلعب مع أصحابها في الشارع. وبعد ما عدت ساعة والتانية والتالتة لحد ما جت الساعة 7 بالليل، هنا الأب بدأ يقلق بجد وقرر إن هو ينزل يدور على بنت. أسامة أبو فجر ابتدى يدور على البنت بنفسه هو وأخوه، بدأوا يدوروا على البنت مع بعض بس قلبوا عليها الدنيا وفي الآخر ملقوهاش، لحد ما قرر أسامة هو وأخوه إن هم هيروحوا قسم الشرطة ويعملوا بلاغ إن بنتهم مختفية. ولما راحوا قسم الشرطة أخد أسامة معاه مراته اللي هي عبير وبدأت تحكي للضابط إن هي بعتت بنتها الساعة 12 علشان تجيب طلبات من السوبر ماركت، ومن ساعتها ما رجعتش البيت تاني. ولما بدأوا رجال الشرطة بتحرياتهم راحوا للمنطقة اللي اختفت فيها فجر، وهنا لاحظوا ان في كاميرات في الشارع كله، وبمراجعة الكاميرات اكتشفوا ان فجر فعلا نزلت من البيت الساعة 12 بس ما راحتش على السوبر ماركت، وان في توك توك وقف قدامها وركبت معاه. فهنا استدعى رجال الشرطة عبير وأسامة علشان يتعرفوا على سواق التوك توك اللي ركبت معاه بنتهم وهل هم يعرفوه ولا لا. اول لما عبير شافت كاميرات المراقبة انهارت وبدأت تبكي، وبسرعة اعترفت ان ده عيد السباك عشقها وإن كانت في علاقة بينهم وبين بعض. ولما هي قررت إنها تنهي العلاقة دي بدأ يهددها في بنتها وإن هي كدبت عليهم في المحضر اللي هم قدموه في اختفاء فجر. هي ما نزلتهاش السوبر ماركت، وبدأت تحكي إن الساعة 12 جه عيد مع توك توك تحت البيت واتصل عليها وقال لها إن هو جايب تليفون هدية لبنتها فجر، وطلب عيد من عبير إن خلي فجر تنزل تاخد التليفون. ذكرت عبير إن عيد بيحاول يراضيها بإنه جاب تليفون لبنتها هدية وسابت بنتها تنزل فعلا. وتكملة الحكاية لما نزلت البنت علشان تاخد التليفون من عيد أوهمها عيد إن هو نسي التليفون عند صاحبه وطلب منها إنها تركب معاه علشان يروحوا يجيبوا التليفون. وبراءة الأطفال وإن البنت ما كانتش مدية إخوانة لأن هي عارفة عيد كويس
ركبت معاه وما كانتش مفكرة إن هي هتتخطف. وطبعا تمت الاعترافات ديت بوجود الأب اللي هو أسامة، وبدأ ينهار، وبسرعة توجه رجال الشرطة لمحل إقامة عيد السباك وتم القبض عليه. ولما جابوه اعترف على طول بجريمته، وقال قدام الأب إن هو كان على علاقة بعبير استمرت لمدة أكتر من سنة، وإنه كان بيتردد عليها في البيت لما يكون أسامة في الشغل. ومن شهر ونص تقريبا حصل ما بينهم خلاف، وأصرت عبير إن هي تقطع علاقتها بعيد، واللي حصل ده خلاه حابب إن هو ينتقم منها، فخطف فجر بنتها وقتلها. وبيكمل ويقول إن هو ضحك على الطفلة فجر وأخدها معاه المخزن بيشتغل فيه واحد صاحبه، والمخزن ده مخصص لحرق المعادن زي النحاس والحديد، وصاحبه ده كان اسمه سمير. وكانوا مجهزين في المخزن برميل معدني وحبوا شريط لاصق علشان يكمموا بيه بق الطفلة وما تتحركش منهم، وكمان كانوا مجهزين مية نار مركزة. طبعا انتوا تخيلتوا ايه الشيء البشع اللي هيحصل، لكن مهما رحتوا بخيالكم بعيد مش هيكون أبشع من اللي حصل. وأول لما عيد وصل للمخزن ومعاه فجر، ابتدوا يعتدوا عليها جنسيا هما الاتنين، ولما شبعوا منها خنقوها لغاية لما روحها طلعت للي خلقها. وبعد كده بدأوا يقطعوا جسمها وحطوها في البرميل المعدني وصبوا عليها مية النار المركزة لحد ما جسمها داب بالكامل، مفضلش منها غير العظم. وحتى العظم ده كمان أخدوه وأخدوا الهدوم اللي هي لابساها وولعوا فيها. أما بالنسبة للتليفون اللي كان معاها القديم فأخدوا عيد وخلاه عنده في البيت. ولما وصلوا رجال الشرطة للمخزن اكتشفوا إن في بقايا دم للطفلة فجر لسه موجودة. وكمان بتفتيش بيت الجاني تم العثور على التليفون بتاع الطفلة فجر، ولما فتحوه اكتشفوا ان في صورة للطفلة فجر بتجمعها مع السباك عيد قبل ما يخلص عليها بدقايق. وبعد اللي حصل ده كله تم توجيه التهم لعيد وصاحبه سمير، وتم تقديمهم للمحاكمة وتم الحكم عليهم بالإعدام. أما بالنسبة لعبير اتهمها جوزها أسامة بالزنا ورفع عليها قضية زنا، ولكنها اتحفظت في النيابة ولحد دلوقتي مفيش أخبار عنها. ربنا يا رب يرحم الطفلة فجر. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.